السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة للحمة حلوة قوي. انا معايا دي لحمة ريش، اي نوع لحمة ريش هتمشي معاكي، او لو عندك لحمة فليتو هتمشي. اي نوع لحمة هتعمليها بالطريقة اللي انا هعملها بيها دلوقتي هتمشي معاكي كويس وهتديكي نتيجة كويسة ان شاء الله. طب معايا ايه تاني؟ معايا مية بصل ومية طماطم، والتوابل بتاعتي ملح وفلفل وبابريكا، ومعلقة بسيطة جدا من الخل. انا التوابل بتاعتي انا مش عايزة توابل كتير عشان انا مش عايزه اضيع طعم اللحمه، انا عايزه طعم اللحمه يبين. ومعايا معلقه من صويا صوص، ممكن تستغني عنها لو انت حابه، وممكن تحطي معلقه عسل بدلها، دي اللي يريحك، الموجود عندك اعمليها هيبقى حلو برضه. طب اول حاجه هعملها ايه هي؟ انا هجيب الطبق بتاعي وهبدا انزل بكل التتبيله بتاعتي دي. هنزل بميه بصل، بسم الله كده، وميه الطماطم. الطماطم دي بضربها هي والبصل، بضربها كويس جدا في الخلاط، وببدا ان انا اعصرها كده. وهنزل بمعلقه كده من الصويا صوص. وزي ما قلت لك لو انت ما عندكيش مش مشكله، استعملي معلقه عسل ابيض يبقى حلو قوي برده فيها. معلقه كده كفايه. واحط برده معلقه خل. بسم الله كده، وهبدا اقلب الكلام ده كله مع بعض. وهنزل بالتوابل بتاعتي زي ما قلنا، ملح وفلفل وبابريكا، مش عايزه توابل تقيله. حابه تحطي توابل لحمه براحتك، حطي مفيش مشكله برده، بتبقى حلوه فيها. بس انا حابه ان هي تبقى بسيطه قوي كده. كده نقلبها بس كويس. وهنبدا ننزل عليها باللحمه بتاعتنا. انا اللحمه بتاعتي بصوا مقطعاها، وخليت الجزار وهو بيقطعها لي شرايح بالشكل ده، عشان ان انت لو حبيتي تشويها تتشوى معاكي، حبيتي تعمليها زي ما انا هعملها هتعمليها، في الاثنين هيمشوا معاكي كويس، تبقى سهله في السوا. ابدا انزل كده وابدا اقلبها. انا عايزه كل التتبيله تخش في اللحمه بتاعتي كده، وانزل ببقيه اللحمه بتاعتي. طب انا هعمل ايه تاني؟ انا مش هعمل فيها حاجه خالص. علشان تاخدي نتيجه كويسه للحمه بتاعتك لازم تسيبيها في التلاجة مده كبيره، يعني تسيبيها من بالليل الصبح هتديكي نتيجه كويسه. ما عندكيش وقت، اقل حاجه 4 5 ساعات، او ممكن 3 ساعات مثلا اقل حاجه. لكن كل ما هتسيبيها مده كل ما هتديكي نتيجه احسن. بالشكل ده كده. انا هعمل ايه؟ هكلفتها بس او الفها بورقه استرتش راب واحطها في التلاجة. انا بالليل دلوقتي هسيبها من بالليل للصبح بحيث ان هي تشرب التتبيله ويبقى طعمها حلو. هسيبها ان شاء الله والصبح نسويها مع بعض. خلاص انا دلوقتي طلعت اللحمه بتاعتي من التلاجة بعد ما سبتها من بالليل للصبح، وشربت كل التوابل بتاعتي والتتبيله بتاعتي. طب انا هعمل ايه؟ انا حابه ان انا احط في القعده بتاعه الصينيه بتاعتي شويه بصل. حطي بقى شويه بصل، شويه فلفل، اي خضار هتحطيه هيديهم طعم حلو، وهتاكلوا فعلا الخضار ده هتحسي ان ليها تتبيله حلوه كده وطعم حلو، وخصوصا احنا هنخليها بطعم الشوي كده. وهنبدا بقى ايه؟ نرصص اللحمه بتاعتنا. طبعا التقطيعه دي بتاعتك حبه اكبر من كده اصغر من كده. وهنبدا ناخده بقى اللحمه، شرايح اللحمه بتاعتنا كده، نبدا ان احنا نفردها. طب انا هعمل ايه تاني؟ انا كل اللي هعمله انا بعد ما هفرده كده هاخدها احطها في الفرن لحد ما تستوي معايا. طب وانا بحطها في الفرن هعمل ايه؟ اتعامل معاها ازاي؟ انا هجيب ورقه زبده احطها عليها وفوقيها ورقه فويل، وهحط قبل ما احطها هحط بقى يعني بتاع نص كوبايه ميه. الميه دي هتخليها برده تساعد في سويها، وكل شويه هبص عليها لو حسيت ان هي محتاجه شويه ميه هزودها لحد ما تستوي معايا. بس انا نوع اللحمه بتاعتي حلوه فهتستوي معايا بسرعه، فمش هتحتاج ميه كتير، يعني هو ربع كوبايه ميه او نص كوبايه ميه بكتير وهتستوي. واروح قافلاها كويس بورقه الفويل وهحطها في الفرن، واول ما تستوي ان شاء الله نطلعها ونقدمها مع بعض. بصوا انا حبيت اوريها لكم برده. انا بص خدت يعني ربع كوبايه ميه كده، وهبدا ان انا ايه احطها لها كده. انا مش عايزه حتى ما خدتهمش كلهم. وهجيب كل شويه طول ما هي في الفرن هجيب التتبيله اللي احنا عاملينها دي، تمام، وهبدا ان انا ارشها فوق الوش كده.
كل شويه كل ما هاجي ابص عليها اروح ارشلها التتبيله دي، هتديها طعم كويس برده وهتشربها كويس. بس هعملها كده وهبدا احط لها ورقه الفويل بتاعتها واحطها في الفرن. واول ما تستوي ممكن اشيل ورقه الفويل واخليها تاخد لون معايا، وبعد ما نخلص ان شاء الله نيجي نقدمها مع بعض. خلاص انا اللحمه بتاعتي كده استوت وبقت زي الفل. بصوا ما شاء الله دايبه دوبان، بصوا مش مستحمله ايدي. اهم حاجه وانت شغاله فيها في الفرن ان انت تغطيها كويس، وتحاولي ان انت ما يعني كل ما تيجي تشوفيها تقفليها كويس، فاهمه؟ ما تسيبهاش مفتوحه. بعد ما استوت معايا كويس انا جبت فحميه وحطيت لها وقفلت عليها، هتديكي ريحه الشوي الحلو. عايزه تستغني عن الخطوه دي براحتك خالص، مفيش مشكله. بكده خلاص انا خلصت الفيديو بتاعي بتاع النهارده. يا رب يعجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله.